اهلا بيكم في قناتي قناة ولاء مغازي. في الفيديو ده هوريكم ازاي تعملوا كيكة شوكولاتة خفيفة وبسيطة ومش بتاخد معاكم وقت خالص، وهقول لكم كل حاجة عن كل البدائل اللي تخلي معاكم الكيكة خفيفة وكمان اقتصادية. يلا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طالما انا عايزة كيكة سهلة يبقى اكيد هتكون في الخلاط. انا هحط بيضتين، فانيليا، رشة ملح، والملح هنا هيخلي البيض يعمل معايا فوم بسرعة. أول بس ما لونه يفتح معايا هنزل بالسكر، وعلى بال بقى ما السكر يدوب مع البيض والفانيليا في بولة بقى جبت مصفى وحطيت عليها دقيق، وأنا حطيت هنا كوبايتين كاكاو بيكنج باودر، والبيكنج باودر عندي هنا 1.5 معلقة. كلهم بقى نخلتهم مع بعض كويس جدا. السكر عندي داب مع البيض فنزلته بقى على الخليط الجاف. انا هنا ما حطيتش حليب، ففي حله صغيره او في اي حاجه تدخل الميكروويف حطيت 1.5 كوب. الزبده كمان عندي طالعه من الفريزر فحطيتها هي كمان على الحليب وسخنتهم كويس جدا. خلوها يا جماعه عادي على النار تسخن، حتى لو غليت عادي جدا. وبعد كده نزلتها بقى على الدقيق، ما تقلبوش فيها بقى كتير. اول ما تحسوا ان الدقيق اختلط مع المواد السائله وقفوا ضرب على طول. وفي صينيه انا كنت دهناها زبده ومعفراها بشويه كاكاو، والاول مره كنت اعمل بصراحه الحركه دي، ويا ريتني ما كنت عملتها الحقيقه. المهم ان انا نزلت بعد كده بخليط الكيك جوه الصينيه، والفرن طبعا عندي سخن مسبقا. قبل بس ما دخلتها الفرن اعطيتها بس كده ضربتين علشان لو في اي هوا زياده يخرج. سبتها بقى خالص، ما جيتش جنبها علشان تفك لوحدها من الصينيه. واي كيكه يا جماعه ما تقلبوهاش على طول، سيبوها بس لحد ما تبرد وتهدى وهي هتطلع معاكم على طول. شوية صوص بقى كده بسرعة فوق الوش علشان الولاد، لكن حقيقي الكيكة مش محتاجة أي حاجة خالص. أنا جبت شوكولاتة، وانتوا طبعا هاتوا أي نوع حتى لو شوكولاتة مطبخ، وحطيت عليها كريمة. طبعا علشان الكريمة عندي سخنة فدوبت معايا الشوكولاتة على طول. وممكن على فكرة تستبدلوا الكريمة بالحليب والزبدة، هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. وحطيتها كده فوق الوش فوق الكيك. وبصوا بقى انا ما استعملتش في الكيكه دي غير بيضتين. ممكن على فكره تستغنوا عن البيض خالص وتستعملوا حليب وزبادي، هيديها معاكم طراوه حلوه جدا، كمان الطعم هيكون حلو. هعملها لكم برضو في فيديو تاني ان شاء الله. كمان انا زودت هنا شويه الحليب لان انا قللت من البيض. انا في العادي بتاعي بستعمل 3 بيضات، فحطيت قصادها 1.25 كوب من الحليب عشان ما تبقاش الكيكه معايا تقيله قوي. كمان لو الصينيه بتاعتكم نون ستيك يعني مش بتلزق معاكم الاكل، ما تبدروش ابدا الصينيه بتاعتكم بالكاكاو زي ما انا ما عملت كده، لان خلت معايا الشكل في الاخر مش حلو قوي. هو شويه زبده او زيت وبس كده. كمان الزبده ممكن تستبدلوها بالزيت عادي جدا، وعلى فكره بيبقى طعمها فظيع. ممكن كمان بدل ما تعملوها في صينيه واحده تعملوا في قوالب الكب كيك، بتبقى فظيعه. جربوا الوصفه دي على ضمانتي، هتعجبكم جدا انا متاكده. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ولو عجبكم الفيديو بتشوفوني من الفيسبوك ما تنسوش لايك للفيديو ولايك للبيج، ولو انتم بتشوفوني من اليوتيوب ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.